السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، من آخر مرة كنا بنعمل أحواض الأزولة. كنا عاملين حوض واحد بس اللي هو ده. حابب بس أفكر حضراتكم إحنا كنا عملنا إيه في الحوض ده. إحنا مليناه بشكل كامل من مية السمك. لكن في ناس ما عندهاش مية السمك، وبشوف تعليمات كتيرة جدا أو أساليب كتيرة لناس بيملوا الأحواض بأشكال مختلفة. فحبيت أشارك مع حضراتكم إيه اللي تم في الأحواض ديت عشان يكون الأمر سهل وبسيط للي حابب يعمل الأحواض بالشكل ده في المستقبل بنفس الأسلوب أو الطريقة وبنفس البساطة.